بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما يصار عن اللي حصل في ماتش الزمالك وسموحه والكلام عن المكافآت لسيراميكا. الحقيقه ده كلام يعني اللي بيحصل يا جماعه في الدوري المصري ده غريب جدا، يعني انه فرقه زي سموحه مثلا مغلوبه 5 ماتشات، يعني هي الاخير في المجموعه بتاعت السبعه. فتبص تلاقي حارس المرمى بيطلع في اخر دقيقه عايز يتعادل، اصله في مكافآت 100,000 جنيه لو عرفت تخسر الزمالك نقطتين او تخسره 3 نقط. يعني ايه ده؟ هتدي 100,000 جنيه مكافأة للعيب علشان يخسر الزمالك نقطتين وفرقتك ما تستفادش حاجه؟ اه، انا حر. انت حر طبعا، على فكره انت حر، بس لازم تعمل كده مع كل الفرق. لا انا هعمل كده مع الزمالك بس، لا كده انت موجه. لما رئيس نادي سموحه يطلع في الاعلام ويقول لك انا اهلاوي، انت ما بتشجعش؟ ده انت صاحب هذا النادي بقالك 20 سنه ما بتشجعش النادي بتاعك؟ انا مش عايز تاخد الدوري؟ لا، طب انت موجود ليه؟ تعمل ايه؟ يعني انا افهم ان الانديه تبقى موجوده بتنافس، المفروض الطبيعي اي نادي بينافس على الدوري، ده المفروض نفسه ياخد بطوله. يطلع رئيس النادي يقول لك انا اهلاوي وانا نفسي الاهلي ياخد الدوري. يا راجل هو انت جاي تشتغل على المدفع ايه؟ بورروم؟ نفسك الاهلي ياخد الدوري؟ ما نفسكش سموحه ياخد الدوري؟ قبل كده رئيس نادي سيراميكا قال لك انا عناية للاهلي، لاي لعيب عايزينه الاهلي ياخدوه. اي طب ماشي يا عم انت حر. برضو انت في كلام على انه 150 الف جنيه لكل لاعب اذا قدر يفوز على الزمالك. شيء غريب جدا، ده الزمالك اللعيبه بتاعته مش هتاخد المكافآت دي لو فازت. يعني مش ممكن يعني. هو ايه المشكله؟ يعني العطله جايه فين؟ جايه منين؟ يا جماعه مش كده، يا جماعه ما تبوظوش الدنيا، يا جماعه عايزين منافسه حقيقيه. ما يبقاش كده. ما ينفعش فرق تشجع فرق انها تغلب المنافس، ما ينفعش، عشان بس الامور تبقى واضحه. ما ينفعش. يعني لو الزمالك هو اللي بيعمل كده بلاش، لو بيراميدز، هو بيراميدز خليجي يعني معاهم فلوس يقدروا يعملوا، وقالوا اي عرض لفرقه بتلاعب المصري مثلا، قال لك بص بقى 200,000 جنيه لكل لاعب يتعادل مع الاهلي او يغلب الاهلي. هل الدنيا هتبقى عاديه كده؟ ولا الدنيا هتقوم مش هتقعد؟ وهيقول لك ده فساد رياضي ومال رياضي ما هو هيبقى على الكل، المفروض يبقى على الكل بقى، يبقى على الاهلي فساد رياضي ومال رياضي، يبقى على الزمالك فساد رياضي ومال رياضي. ما ينفعش، ما ينفعش. عايزين منافسه حقيقيه، وعايزين على فكره الافضل يكسب. يطلع الاهلي، يطلع بيراميدز، يطلع الزمالك، يطلع زي ما يطلع مش فارقه، نشوف كوره بس. لكن مش كده، مش نقعد نغري لعيبه بارقام ما بياخدوهاش اصلا في نواديهم طول السنه على انها مكافآت عشان ماتش. ما ينفعش كده، ما ينفعش كده. والاهلي على فكره مش محتاج للكلام ده، الاهلي مش محتاج للكلام ده، والله الاهلي ما محتاج للكلام ده، وعيب ده يتعمل. لا محبين من رجال اعمال الاهلي ولا غيره. الاهلي محتاج جمهوره ومحتاج فريقه وادارته بس، مش محتاج حاجه تانيه. يا جماعه دي فرقه صرفه 2 3 مليار جنيه السنه دي الاهلي، جايبه احسن لعيبه في مصر ومخزناها على الدكه، لسه ملاعبينهم. يعني لسه حسين شحات لعب اخر ماتشين، له سنه قاعد اصلا، فمش محتاج للكلام ده الاهلي. نتمنى الكلام ده ما يكونش موجود وما يحصلش، او من يعني ما يسمعش عنه تاني الحقيقه، انه عيب. ده جزء. لكن بشوف برضو ماتش النهارده بتاع الزمالك واتحاد العاصمه، ماتش صعب على الزمالك، لكن
آه، الماتش الحقيقه في كلام انه شحاته ممكن هيبقى موجود احتياطي، ده كلام يعني مش منطقي، ولا ينزل ولا يبقى احتياطي. هو كان المفروض ينزل مصر، انا ما بزيدش على الولد يعني، هو حر، لكنه وجوده بالحاله النفسيه الصعبه دي وسط زمايله، ما زمايله هيزعلوا عشانه اصلا، هيبقوا زعلانين من زعل، فانت بتاثر على الدنيا كلها، يعني الله يكون في عونه يعني. ف لانه كمان يلعب، انت مش هتستفاد منه حاجه، واحد بالنفسيه دي ووالده توفى، وكلنا يعني عندنا حصل لنا حالات وفاه وعارفين المسائل دي بتبقى عامله ازاي. ف ليه؟ يعني لكنه يعني اتمنى انه الماتش الماتش ده مهم جدا ويعدي، يعني يعدي بنتيجه ايجابيه للزمالك يريحه في ماتش العوده، لانه الزمالك محتاج جدا جدا بطوله الكونفدراليه، وانا في رايي ان هو محتاج اكتر من الدوري، لانه 4 مليون دولار ده رقم الزمالك في حاجه ماسه اليه، واتمنى انه الزمالك يقدر يحقق نتيجه ايجابيه، وفي كل الاحوال هو عنده ماتش هنا يعني في مصر، يستطيع ان هو يعوض، ويستطيع ان هو ياخد ان شاء الله البطوله، وهنتفرج النهارده على الماتش وهنبقى نقول راينا ان شاء الله. شكرا جدا.